انا شايف ان الراجل ده يقعد على الدكه. حاضر يا باشا. انا شايف ان الراجل ده يلعب مكان لاعب، عايزين نريحه شويه. عينيا يا باشا. بقول لك ايه، ما تقضيها ارتكاز شويه. العين دي قبل العين دي احلى ارتكاز على عيون مؤاخذه، ممكن تلعب في مركز غير مركزك عشان نريح كوندي شويه. باشا احلى باك يمين على عيونك واحلى اسيست كمان. تعرف ان الراجل المحترم ده لاعب السنه دي مع برشلونه، هانسي فليك برشلونه في 3 مراكز مختلفه في نفس الموسم. تعرف الراجل اللي انت شايفه بني ادم مهمش، او جماهير برشلونه كتير جدا مش شايفينه ومش مقدرين حجم الحاجه اللي هو بيعملها داخل الملعب. الراجل ده جاي له عرض اساسا قبل ما الموسم يبدا، كان هيمشي من برشلونه اصلا وما كانش هيلعب الموسم ده اساسا، بس مقابله واحده بس مع هانسي فليك اقنعه ان هو هيبقى الجوكر بتاع برشلونه وهيلعب في مركز غير مركزه الطبيعي، ووافق على طول. انا كمدريدي كل مره بنبهر بدايما ابناء برشلونه اللي ما تفهمش هم بيجوا منين وما بتفهمش بيجيبوا الامكانيات دي ازاي، ودايما مخلصين اتمنى نلاقي فيهم شويه لويس فيجو كده. هانسي فليك لما اتسال عليه قال ان هو منبهر بادائه، وان هو واحد من اهم اللعيبه في اوضه اللبس في تحفيز زمايله. ايريك جارسيا مش لاعب مشهور ولا لاعب الناس بتركز معاه اساسا، ولكنه واحد من اللعيبه الاندر ريتد اللي فعلا متالقين، وفعلا في اي مركز هتحتاجه فيه السكريبت ده اللي كاتبه صحفي محترم اسمه بيتر الف. ما تنساش تعمل لي فولو وفايتك كتير.